بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل صحة واحسن حال ان شاء الله. معاكم نسمة من قناة من بيت نسمة. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد كده. بقالنا فترة كبيرة ما بنعملش فيديوهات، مكسلين يعني، فنستعيد نشاطنا كده ونعمل شوية حاجات حلوة قوي مع بعض ان شاء الله. حبيت اخدكم كده معايا بره. كنت رايحة مشوار يعني، فقلت اما اخدكم معايا واصور لكم الحاجات الخضرا الجميلة دي. بحب اول مناظر اللي بتبقى خضرة، اللي بتبقى بمسافات كتيرة دي، انت تقعد تبص عليها كده، بتريح العين كده وتريح الاعصاب يعني. فانا خدكم معايا النهارده. وكمان هنعمل غدا سريع، ومش سريع قوي يعني بس حلو. وهقول لكم على كام تريكايه فيه كده تطلعوا كمان حلو معاكم، ومش هتشتروه من بره تاني يعني. طبعا كلنا بنبقى دايما محتاجين كده ان احنا نغير من نفسيتنا شويه ونخرج كده نغير جو يعني. عايزه اقول لكم كمان ان السجون الشرقيون عاملين تخفيضات حلوه قوي 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 على السجاد، وكمان في اشكال سجاد نازله جديده كده تحفه بجد يعني. وعاملين تخفيضات جميله جدا يعني. انا جايبه لكم بصوا ال 25% و30%، وبصوا عامله عروض فعلا جميله قوي. وكمان اشكال سجاد نازله جديده يعني، كلها بصراحه جميله جدا جدا جدا. فاللي بتجهز بقى ولا اللي عايزه تجدد والكلام ده كله، تلحق تجري كده ايه، تلحق العروض دي قبل ما تخلص. ماشي. طبعا انا جبت سمك معايا وانا جايه، ما بحبش اشتريه من بره، بحب دايما ان انا اعمله ايه في البيت. من بره دايما بيبقى زفر كده وفيه زفاره، وغالبا ما بيتاكلش يعني. فعشان كده بحب دايما ان انا اشتري السمك من بره واجي اعمله في البيت. فاحنا النهارده هنعمل ايه؟ بصوا السمك ده معرفش اسمه ايه، روسي مش عارفه اسمه بصراحه. احنا النهارده هنعمله سمك سنجاري، والسمك السنجاري ده بينفع في البوري وينفع في ده، وفي ناس كمان بتعمل اللي هو المكرونه كمان، بس المكرونه بيبقى يعني طري جدا، فما بيتهيألي ما ينفعش فيه قوي. اولا السمك السنجاري ده مش نوع السمك، هو طريقه السمك هي اللي اسمها سنجاري، ماشي؟ للناس اللي ما تعرفش يعني. فانا دايما بحب ان انا انضفه يبقى متجمد كده، ما يبقاش سايب خالص. السمك المجمد ده مش بيبقى عايز ان هو يتنضف وهو مفكوك كده وطري، بيتهري لما بتنضفيه وهو طري كده، بتلاقي انهرى يعني. فانا دايما بحب انضفه ان هو بيبقى مجمد شويه. فبس هو لما جيت انضفه دلوقتي لقيته متجمد خالص، فحاولت بس ان انا اشيل الزيادات اللي بره دي، وحطيت عليه ميه كده في الحوض لحد ما بدأ يفك سنه، وبدأت ان انا افتحه وانضفه. اي سمك مفتوح من الظهر زي ما انا فاتحاه كده، ده اسمه سمك سنجاري. الطريقه اللي اسمها سمك سنجاري، مش نوع السمك يعني. انا هنا نضفته كويس قوي. عايزه اقول لكم بقى الفرق بين إن السمك البوري والسمك ده في التنظيف. ان السمك البوري لما بتنضفيه من جوه كده، بصوا قلبه بيبقى ابيض بفتة. ده انا دعكت فيه كتير قوي يعني، حتى انا عندي فرشة كده عاملاها للسمك والحاجات دي، بدعك من جوه كده برضو يعني، ما نضيفش زي نظافة البوري. البوري بنضفه بيبقى نضيف جدا وابيض خالص من جوه، ده لا. تعالي بقى بقولك على شويه تريكات وانتي بتنضفي السمك وانتي بتتبليه علشان يطلع معاكي حلو ومن غير زفاره. وكمان المطاعم ما بتعملهاش يعني، احنا بنعمل حاجه بيتي، حاجه كده تاكلي صوابعك ورا. اول حاجه انا نضفت السمك كويس قوي. حطيته فتحته كله زي ما انت شايفاه كده، ورصيته جنب بعضه على صينيه، ورشيت عليه ملح بكمون، وحطيت عليه عصرت ليمونه على السمك كله. رشيت ملح بكمون وعصرت ليمونه، وسبته شويه. عصره الليمونه دي هتخلي السمك يطلع الميه اللي فيه، الميه اللي هي بقى مطرح الغسيل بتاعي، والميه السمك اللي بتبقى فيه والكلام ده كله، دي اللي بتعمل زفاره. دي طبعا ما بيعملهاش في المطعم خالص. تاني خطوه بقى عندي يعني، زي طبعا دي حسب الكميه اللي عندك. انا هنا طبعا انا فرمه التوم في الفريزر يعني، ما اقدرش اقولك بقى 5 فصوص ولا 10 فصوص ولا كده. انا حاجه لحسه كده بسيطه. دعكت بيها السمك بعد ما رصيته في الصاج اللي انا هسوي فيه. خلاص انا صفيت الميه بتاعته اللي هي من الليمون والملح، صفيته خالص، وانت اكيد شفتيني وانا بصفيه. بقيت اشيل السمك كده من الديل بتاعه كده واصفيه، ورصيته في الصينيه بتاعتي، ودعكته بسنه التوم وهو مفتوح برضو كده.
اهم حاجه ان انت تصفيه من الميه اللي هي طلعت منه. وحطيته في الصاج بتاعي وحطيت عليه التوم. تعالوا بقى للخلطه بتاعتنا الجميله دي، وهقول لك برده على حاجه. يعني انا عملتها مره قبل كده برده وكانت احلى من كده كمان. ان انا قطعت طماطم والبصل ابشريه، ما تقطعيهوش، لما بيبقى مبشور بيستوي اسرع وما بيعملش ريحه في التتبيله. هنا كمان عندي كزبره على شبت، وكمان دقه فلفل وليمون وخل، وكمان عندي قرنين شطه حمي كده، بنحب فيه لسعه كده بسيطه. قطعتهم خرطتهم كده، انا عايزاه باين، مش هفرمه في الخلاط ولا حاجه، لا انا هقطعه ناعم خالص زي ما انتوا شفتوني بحطه كده. وحطيت الليمون والخل. طبعا السمك بيحب الكمون مع الليمون كده، بصي، والخل بقى ما اقولكيش عيشي يعني. الحاجه اللي هقول لكم عليها ان هي لو انت بشرتي الطماطم هتبقى احلى من ان انت تقطعيها زي ما انا مقطعاها كده كمان. كمان عندي معلقتين 2 صلصه في مج ميه كده، وقلبتهم كويس، او بسنه فلفل اسود، وحطيتهم على كل التتبيله اللي انا عاملاها دي. ايه دقه الفلفل اللي انا عملتها ديت. دي دقه انا كنت عاملاها قبل كده، هبقى اعملها لكم ان شاء الله. طبعا التوم بقى خلاص، يعني انا هسيبه على السمك، مش هشيله ولا هنفضه ولا اي حاجه، هو محطوط اهو زي ما انتم شايفين. ماشي، هبدا ان انا اوزع التتبيله بتاعتي دي. طبعا لو انت بقى بشره الطماطم هتبقى احلى واجمل من كده كمان، يعني بكتير. كل بقى التتبيله دي انا هحطها، لان هي لما بتستوي بيبقى لها طعم مش عايزه اقول لك يعني بتاكليه كده مع الرز بيبقى احلى من السمك نفسه كمان اللي انت عاملاه. ماشي، فانا فضلت ان انا بعد كده ابقى ابشر الطماطم عن ما هي متقطعه حتت كده. ولازم لازم لازم تبشري البصل، اوعي تقطعيه كده، بيعمل ريحه، كمان بيعمل طعم مش حلو خالص، مش مستحب يعني. فانت لما تبشريه بيدي طعم حلو، او الميه بتاعته كمان بتدي طعم للتتبيله بتاعتنا، وبيبقى مستوي كده، بيبقى طعمه حلو قوي. انا هنا هوزع التتبيله بتاعتي كلها، يعني مش كتير، بس انا هوزعها لان هي لما بتستوي بتبقى بتاكليها كده زي دقه كده من على السمك مع الرز. والله العظيم بتبقى احلى من السمك 100 مره. فانا هحطها، حتى الميه اللي فاضله دي انا مش هرميها، انا هحطها برضو هحطها على الصاج كده حوالين السمك كده من فوق. انا بس سبت السمك، يعني عايزه اقول لكم على التتبيله دي 5 دقايق بس مكانه كده، بعد ما حطيت عليه التتبيله دي كلها و فضيتها عليه كده وفردتها على السمك يعني. فانا هسيبه بس مكانه كده يعني 5 دقايق بس، مش اكتر من كده. طبعا انتوا عارفين ان السمك من اللحم الطري، اي نوع سمك يعني، لحوم السمك من الحاجات اللي هي بتشرب التتبيله كده وبتبقى طعمها جميل قوي يعني. فانا هسيبه بس 5 دقايق كده وبعدين هسويه. تعالوا بقى اما نعمل معانا الرز. طبعا كلنا بنعرف نعمل الرز يعني، مش كلنا، مفيش حد اظن ما بيعرفش يعمله. انا هنا حمرت البصل قوي، قطعتها صغير كده وبسنه زيت. وكمان حطيت قرن شطه حامي، واول ما البصله بتاعتي بدات تغمق كده نزلت عليها بالميه الاول، وسبتها تغلي دقيقتين كده مع البصل والفلفل. يعني الطريقه دي احلى عن ما تحطي الرز وبعد كده تحطي الميه، يعني فاهماني؟ البصل كده بيدي بتحطي الميه المغليه الاول بتدي طعم حلو قوي البصل. وكمان الرز كمان لما بتيجي تحطيه بيشرب بقى من الميه دي، فبيبقى طعمه خطير جدا. بحب دايما ان انا اعمل كل واحد طبق وكده ياكلوا مع سمكته وكده. ودايما انا عندي اطفال، فبحب دايما ان انا ازين لهم الاكل وكده، عشان هم مش بيرضوا ياكلوا قوي يعني. يعني انت تشوفي اللي ولادك بيحبوا ياكلوه وبيحبوا الطريقه ايه، فبنحاول ان احنا نجدد لهم ونغير لهم في الطريقه علشان ياكلوا ويرضوا ياكلوا كده. فكل واحد بياكل الاكل. وكمان قوالب اللي هي الرز والحاجات دي عندي دايما، فبحب دايما ان انا اعمل لهم كده علشان ايه، يبقى فرحان بالشكل كده، وكمان حاجة تفتح نفسه. دي كانت طريقة السمك السنجاري بقى النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وكمان كومنت حلو منكم كده. انا بوريكم ان السمك بصوا مستوي وطري وجميل جدا. ومع السلامة.